السلام عليكم. كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي نقدر نسجل الحضور والغياب بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون استخدام كود. ان شاء الله النهاردة هنتعرف ازاي نستخدم كود بسيط كده علشان اعمل تشيك بوكس. التشيك بوكس دي من خلالها اقدر احضر والغي الغياب بتاع كل متدرب او كل طالب عندي. هنفتح كده مع بعض برنامج الاكسل. هنفتح الملف اللي كنا شغالين عليه قبل كده، مش محتاج الكلام ده خالص. احنا كنا قبل كده قلنا ان حرف الار هو اكس وحرف الاي يبقى عامل لنا علامة التشيك، وهنا هيعد لي في كام يوم الطالب ده حضر. دي كانت الطريقة اللي هي باستخدام الويبدنجز فونت عشان اقدر اعمل علامة التشيك. طيب انا بقى لو انا محتاج اعملها بالشكل ده باستخدام التشيك بوكس، الميزة في استخدام التشيك بوكس عن الطريقة التانية التقليدية ان انا هنا بضغط كليكة واحدة بيبتدي هو يحط القيم بتاعتي وبيبقى يعملها لي بشكل مباشر. انما في الطريقه العاديه انا لازم اضغط، ادي ضغطه، بعد كده اكتب الحرف، ادي حاجه تانية، بعد كده اضغط انتر، تالت حاجه، بعد كده يبتدي يحسب. يبقى انا كده هنا بقوم بثلاث خطوات في تسجيل الحضور، انما هنا هي ضغطه زرار واحده. وضحت الفكره؟ فعشان كده بنقول استخدام التشيك بوكس هيبقى اسرع بكتير. طيب ازاي بقى نعمل التشيك بوكس ده بطريقه سهله وبسيطه؟ هنتابع مع بعض. هناخد الداتا الفاضيه بتاعتنا اهي بالشكل ده. دي الداتا الفاضيه بتاعتنا. طبعا احنا عرفنا ازاي نعمل الساندي ماندي، الكلام ده في الفيديو السابق، واللي حابب يرجع لشرح الفيديو السابق فيها. طيب انا هنا عايز اضيف التشيك بوكس. الطبيعي علشان اضيف التشيك بوكس عندي فانا هاجي هنا في الديفلوبر تاب واضغط عليه وادخل على الجزء بتاع الانسيرت، ومن هنا هختار التشيك بوكس. طيب في بعض الناس مش هتلاقي عندهم الديفلوبر تاب ظاهر، ده نتيجه ان هو ما اظهروش. طيب اظهر الديفلوبر تاب ده ازاي؟ باجي اقف هنا في النص واضغط كليك يمين. طبعا بضغط هنا في الجزء بتاع الريبون اللي فيه تايتلز زي دي كده، تمام، اسماء القوائم بتاعتي او اسماء التابات بتاعتي. طبعا لو انا جيت في مكان فاضي مش هتظهر معايا، لو ضغطت كليك يمين في مكان فاضي مش هتظهر، لازم اضغط على التابات اللي عندي، اسماء التابات، التايتل بتاعت التاب اللي فوق، اي تايتل من التابات اللي فوق دي هتضغط كليك يمين وهتلاقي عندك حاجه اسمها كاستمايز ذا ريبون. من الشاشه بتاعت الكاستمايز هتيجي تختار من هنا حاجه اسمها ديفلوبر تاب، هي بتبقى شكلها ان تشيكد زي دي كده، مش متعلم عليها. فانت بس كل اللي عليك انك انت تضغط عليها كليك كده فيتعلم عليها، وهتضغط اوكي هيظهر لك الديفلوبر تاب فوق، تقدر تتعامل معاه على طول. طيب نرجع بقى ازاي اضيف التشيك بوكس. طيب هنروح كده في مكان فاضي خالص هنا واوريكم فايده التشيك بوكس وماشيه ازاي الاول قبل ما ندخل في الشرح بتاعها والتنفيذ. اول حاجه هنا هاجي اختار التشيك بوكس وهعلم عليها وانزلها عندي في الشاشه بالشكل ده. التشيك بوكس دي ليها اسم وليها فورماتس اكتر خاصه بيها. فانا ازاي اعمل الفورمات بتاعتها؟ لو انا جيت هنا كليك يمين عليها هلاقي عندي هنا حاجه اسمها فورمات كنترول. مجرد ما بضغط في فورمات كنترول بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي اول حاجه انت عاوزها اون تشيكد يعني مش متعلم عليها، ولا محتاجها تشيكد يكون متعلم عليها. اقول له تشيكد، فاقول له كيف، يبقى كده الديفولت بتاع او الافتراضي انها متعلم عليها صح. طيب انا عايز اخلي الافتراضي انها انشيكد اهي، فاقول له اوكي فهيبقى انشيكد. ده ما يمنعش انك انت تقدر تغير قيمتها في اي وقت براحتك عادي، تمام، بس ده بتكلم على الايه، على الافتراضي بتاعك، الفاليو القيمه بتاعتها. فانا لو انا عايز اسيت العنصر ده واخلي الفاليو بتاعته او القيمه بتاعته الحاليه تشيكد هيبقى بالشكل ده. طبعا انت هتقدر تغيرها بعدين عادي مفيش مشكله خالص. هضغط عليه من هنا كليك يمين واقوم قايل له فورمات كنترول. انا عايز هنا محتاج لما اغير القيمه بتاعت التشيك بوكس دي يظهر لي في مكان من الاماكن دي. حاجه اقوم قايل له هو السيل لينك. السيل لينك دي المقصود بيها ايه؟ ان انا بربط قيمه خليه بقيمه التشيك بوكس او الفاليو بتاعت التشيك بوكس اللي انا عاملها دي. فعلى سبيل المثال انا هعملها بالمكان ده واقوم قايل له اوكي. كده اصبح ان هو كتب لي ايه واحد. ايه واحد بتساوي ترو، معناه ايه واحد بتساوي ترو؟ معناها ان لو انا جيت علمت على دي كده صح فهنا يتكتب ترو. طب لو شلت
هتبقى فولس. فهو ربط قيمه الخليه اللي موجوده بالتشيك بوكس اللي عندي، فهو كده كل ما هعمل تشيك هيغير قيمه الايه الخليه اللي موجوده. نيجي بعد كده للجزء الثاني، انا عايز اغير النيم بتاعها او التكست بتاعها اللي موجود هنا ده. هاجي كليك يمين هنا وهتلاقي حاجه عندك اسمها ايديت تكست، تقدر تعمل ديليت ليه اهو. بعد ما تخلص اضغط بعيد هتظبط معاك. كده اصبح ان انا محتاج بعد كده تشيك بوكس زي دي مرتبطه بالخليه. طيب نعمل الكلام ده ازاي هنا بقى؟ انا لو انا ما بعرفش خالص في البرمجه، او ما اعرفش خالص في الفي بي اي، اسهل طريقه ممكن تشتغل بيها انك انت تيجي هنا من ديفلوبر تاب، هتيجي تقول له ريكورد ماكرو. طيب انا الريكورد ماكرو ده هسميه اد تشيك بوكس، وهقول له اوكي. كده هو احنا بدأنا تسجيل الماكرو. بعد كده بعمل الخطوات اللي انا محتاجها علشان الماكرو يسجل. فهاجي هنا انسيرت واختار التشيك بوكس بتاعي، وهاجي في اول خليه خالص هنا واحطها بالشكل ده. بعد كده هعمل كليك يمين عليها واقول له فورمات كنترول، واقول له السيل دي هتبقى مرتبطه بالخليه اللي اسمها مثلا على سبيل المثال B1. طبعا لو عايز اخليها على A1 فاقوم كاتب هنا A1 بالشكل ده، تمام. وبعد كده اقوم قايل له ايه اوكي. كده معناها ان الخليه دي اللي هي الخليه A1 بقت مرتبطه، القيمه بتاعتها بتاخدها من الايه من التشيك بوكس بتاعي. فانا لما اعلم على التشيك بوكس دي صح فيحط لي كلمه ترو. طب شلت التشيك فهيعمل لي فولس، كل ده بيحطه في الخليه A1. كده اصبح ان قيمه الخليه A1 مرتبطه بالايه بالتشيك بوكس، تمام. طب انا عايز اشيل الايه المسمى اللي ظاهر اللي هو تشيك بوكس 3 ده. اعمل كليك يمين على الايه على التشيك بوكس كده، واقوم قايل له هنا ايديت تكست، واقدر ادلتها واضغط بعد كده بعيد. كده احنا عملنا الحاجات اللي احنا محتاجينها. بعد كده انا هوقف الماكرو وبعد كده اخش اعدل عليه. طيب هوقف الماكرو ازاي؟ هاجي اما من الديفلوبر تاب اقوم قايل له ستوب ريكوردنج، او من تحت هنا اقوم عامل له ستوب ريكورد. كده بعد ما انا وقفت الريكورد هبتدي ادخل بقى على ايه على الفيجوال بيزك الفي بي اي، وهبتدي اعدل على الماكرو اللي هو معمول. طيب هدخل على الفي بي اي هنا اهو، هتلاقي في حاجه عندك اسمها نوس موديولز. هنخش على الموديول ده. طبعا الكلام انت في الاول تحس ان هو كتير، لا احنا كده كده هنختصره دلوقتي، تمام. فهو هنا عمل لي ماكرو ببساطه. طيب الماكرو ده خليني كده بدون اي مقدمات او اي حاجه، انا هحذف الكلام اللي موجود في الشيت ده كله واقول له ديليت اهو، واعمل كليك يمين على دي واقوم قايل له هنا قد هشيلها خالص او اعمل لها ديليت. ونيجي نشوف الايه الماكرو ده. الماكرو ده فايدته انه بينفذ بالظبط الحاجات اللي انت عملتها. فده الماكرو اللي نزل عندنا. هنختصر طبعا الكلام ده وهنوضح لكم الدنيا ماشيه ازاي. فانا هنا اول حاجه هنلاحظ ان هو كتب لك اكتف شيت دوت تشيك بوكس دوت اد، يبقى ده السطر المسؤول عن اضافه الايه التشيك بوكس. يبقى السطر ده احنا هنحتاج نعمل زيه، خلاص هنخليه معانا. في هنا بعدنا شويه سطور تانية هي هيهمنا منهم، وهنا عمل سكيل للويدز بتاعتها وسكيل للهاي، يعني اللي بيظبط الارتفاع بتاعها ويظبط الايه العرض بتاعها. خلاص احنا عملنا الجزء مش محتاجينه. نيجي بقى الحته دي لما احنا حددناها وقلنا له اللينكد سيل بتاعتها بتساوي A1 والكلام ده، الكلام ده هنحتاجه، تمام. يبقى الكلام الجميل ده احنا هنحتاجه، هناخده هنا كات ونحطه هنا فوق برده معانا. بعد كده ده مش كل ده مش هنحتاجه. لا في هنا الجزء ده هنحتاجه، ده خده هنا حطه فوق برده معايا. طيب الكلام الجميل ده مش محتاجينه نشيله. طيب احنا هنا كده باختصار يبقى احنا محتاجين حاجه تضيف للتشيك بوكس، وبعد كده حاجه تغير القيمه بتاعته وتربطه بالخليه اللي هي اسمها A1. حتى الجزء بتاع الديسبلاي 3 دي ده احنا مش محتاجينه برضه، ممكن نشيله ديليت، تمام. كده يبقى كده الدنيا معانا تمام ان شاء الله، خلاص. طيب نجرب الكلام ده كده ونعمل رن. عمل تشيك بوكس فاضي اهو، بس عمل بصوا هنا لاحظوا ايه الارتفاع بتاعه عالي قوي والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله هنظبطه ان شاء الله في الكود، بس احنا ايه لاحظنا هنا. انا اول لما جيت عملت رن هو ضاف لي ايه التشيك بوكس ده. يبقى الخطوات الجميله الحلوه دي هي اللي بتضيف لي التشيك بوكس، تمام كده. هنحاول بقى نوضح لكم كمان حته تانية مهمه.
كلمة سيلكشن يعني المتحدد، يعني سيلكشن اللي انت محدده دلوقتي. طيب هنا اتفقنا ان هو لما بيضيف الاكتيف شيت يعني الشيت او الورقه اللي احنا محددينها حاليا، يعني لو جيت قلت في اي ورقه ثانيه هينفذ نفس الكود ده برضه، لان انا هنا قايل له اكتيف شيت مش الشيت يعني مش قايل له شيت 2 بالتحديد، لا ده انا قايل له اكتيف شيت الورقه المتحدده دوت تشيك بوكس دوت اد. فهنا يضيف بقى ازاي؟ خلينا هنا اول حاجه نتفق فيها ان هو هيضيف لك، خلينا متفقين هنا ان هو اول حاجه هيجي يضيفها معانا هيضيف معانا الليفت، وبعد كده بعد ما هيضيف الليفت هيقوم ضايف التوب بتاع الخليه، وبعد كده هيظبط الويتس بتاعها، وبعد كده الارتفاع اللي هو الهاي. يبقى انا هنا اول قيمه هنا عندي هنا هي قيمه الليفت بتاعتي. الليفت يعني ايه؟ اول عنصر هنا صفر وصفر، يبقى الليفت والطب هنا صفر وصفر. طيب خلينا نجرب كده، لو انا جيت عملت دي صفر وجيت كتبت دي صفر، حلو، وشغل كده حطها فين؟ في الاول هنا خالص اهو، تمام. يبقى هنا صفر وصفر بيحطها لي في الاول. طيب امال ايه الاثنين اللي تحتها الاثنين التانيين دول؟ شيل دول خالص. طيب امال ايه ال 72 و72 دول؟ دول الارتفاع والعرض. طيب انا عايز الارتفاع بتاعها يبقى ارتفاع الخليه، والعرض بتاعها يبقى عرض الخليه. طيب الخليه اللي احنا عايزينها دي لازم نعرفها فوق. طيب يعني ايه تعرفها؟ هتيجي تقول له ان هو دايم ار ده اسم متغير، يبقى دايم بيعرف، والار ده اسم متغير. المتغير ده اي اسم انت حابه، بس احنا بنعمله ار عشان احنا هنعرف رانج، فيبقى بالنسبه لنا سهل جدا نبقى فاهمين معناه ايه. يبقى دايم ار از رانج. خلاص هقول له set الار الرانج ده بيساوي رانج بتاع ايه، واقوم فاتح قوس كده اهو A1. كده معناها ان انا عرفت رانج في السطر ده، عرفت رانج، والرانج ده قلت له انك انت A1. خلاص يبقى انا ممكن اعوض عن كلمه A1 بحرف الار مره واحده. هنا بقى لو انا عايز اقول له ال 72 دي الار دوت ويتس، يبقى ده عرض الايه؟ الخليه، والار دوت هاي اللي هو ارتفاع الخليه. يبقى لما انا هاجي هعمل هنا تشيك بوكس، هعمل تشيك بوكس من بدايه صفر وصفر اللي هو اول عنصر فوق، وبعرض الخليه وبارتفاع الخليه. طب خلينا كده نجرب اهو، عمل لي فعلا واحده اهي بارتفاع وعرض الايه؟ الخليه. طيب ندلت دي كده خلاص مش عايزينها، نجرب تاني. طب بالنسبه مره تبقى A1 مره تبقى A2 مره تبقى A3، فكده التوب والايه والهاي اللي التوب والليفت الاثنين هيتغيروا. فيبقى برضو هنا بدل ما اقول له صفر وصفر هقول له ان الليفت بتاعك هو الليفت بتاع الخليه اللي هي الار، قلنا اللي هي الار اللي احنا عوضنا عليها بالار، وهنا دوت الايه؟ التوب. طيب كده بقى لو انا خليت الخليه دي A1 خليتها A2 خليتها A3 براحتك، حلو. يبقى كده هنا الجزء ده خلاص هو ظبط. طيب حته بقى السلكشن والسلكشن، بدل ما انا اقول له والسلكشن واحدد دي كل مره، لا انا ممكن اقول له هات لي دي كده على بعضها كات اهي، تشيل دي كده يعني بدل ما اقول له دوت سيلكت وبعد كده اقوم قايل له والسلكشن، يعني انا ليه احددها وبعد كده اقول له طب مع التحديد؟ لا انا اقول له معاها على طول، خليك معاها على طول، اللي هي الاكتف شيت دوت تشيك دوت اد. يبقى لما يضيفه يخليك معاه لغايه لما ينفذ عليه الاوامر اللي تحت موجوده تحت دي. اول حاجه فيها ان هو مش هيخليه تشيكد، هيشيل علامه التشيك، تمام، اللي هي الفاليو، تمام، خليها اكس ال ايه اوف، تمام. طيب هو هنا دلوقتي كاتب A1، والاي 1 دي مره تبقى A1 مره A2 مره A3. احنا قلنا الاي 1 دي هنعوض عنها بحرف الايه؟ الار اللي موجود فوق. يبقى هشيل دي كده خالص واقوم قايل له ار دوت ادرس. يبقى العنوان بتاعي كل مره هيتغير على حسب الار اللي موجوده فوق. اما لو الار ب A1 هتبقى الادريس بتاعي A1، لو ال A2 A2 A3 A3، اي خليه مهما كانت يبقى احنا هنجيبها، تمام. طيب برضو حاجه ثانيه، الدوت تكست، بدل ما قلت له هنا سيلكشن دوت كاركتر ممكن اقول دوت تكست على طول من هنا، دوت تكست، واخليها فاضيه. طبعا دي مش محتاجه كده خالص. كده اصبح ان انا الخليه الاي 1 ده مش محتاجينه، الخليه اي 1 حط لي فيها التشيك بوكس، تمام، الابعاد بتاعته والبيانات بتاعته هيبقى ان تشيكد يعني ما علوش علامه الصح، ومرتبط بالخليه اللي هي اسمها اي 1، تمام، القيمه بتاعته تتحط فيها، والتكست بتاعه فاضي. طيب خلينا ننفذ الكلام ده نفذها. طب خلينا نغير دي نخليها اي 2 ونقول له شغل.
طب A3. تمام. يبقى هو انا كده لو انا عملت لوب، معنى ايه كلمه لوب؟ تكرار، وكل مره هغير الحرف ده او الرقم ده هيبتدي هو يغير معايا، هيبتدي هو يعمل معايا. طب ناخد بقى الجزئيه بتاعه الفور علشان نوضحها لكم ببساطه. في عندنا هون حاجه اسمها فور لوب. الفور لوب دي بتعمل تكرار لمجموعه اوامر. طيب انا لو انا عايز مجموعه اوامر معينه اكررها لعدد معين، فانا هستخدم الفور. طيب فور اعمل اي متغير يلف معاك. انا هعمل مثلا متغير اسمه الاي، والاي ده مثلا بيساوي من 1 لغايه 10. تمام، يعني مره هتبقى الاي بواحد، مره 2، مره 3، مره لغايه 10. تمام. وهنا تحت طالما فتحت الفور يبقى نيكست ايه؟ نيكست المتغير بتاعنا. ايه اللي انا عايز اكرره؟ المجموعه الحلوه دي. اقول له كات واحطها في النص. اول مره هخلي الار بتاعتي A1، مره A2، مره A3، مره A4. يبقى بالتالي هنا الثلاثه دي كل مره تتغير. هشيلها واحط علامه الات دي كده، واقوم قايل له حط لي الاي. تمام. هندلت بقى الحاجات الجميله دي، نقول له كات كات كات. انا هنا عايز اكررها لغايه 10 مرات، اقول له شغل. عمل لي 10 ايه؟ تشيك بوكس، وكل واحد منهم مرتبط بالخليه بتاعته. تمام. هنا عمل لي لوب من اول واحد، من اول A1 لغايه A10، وعملهم لي بالشكل ده. طيب نفترض بقى ان انا الحاجات اللي انا هختارها في اماكن مختلفه. تمام. ما في الحاجات اللي انا هختارها دي او اللي هشتغل عليها في اماكن مختلفه، فساعتها انا مش هينفع اقعد اكتب بالمنظر ده خالص. ففي حل اسهل، ان انا استخدم حاجه اسمها فور اتش. حاجه اسمها ايه؟ فور اتش. طيب فور اتش بتتكتب ازاي؟ هي نفس الشكل بتاع الفور اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بالظبط. تمام، نفس شكل الفور بالظبط اللي احنا شغالين فيه. بس هكتب ايه؟ هكتب نهون فور اتش، وده متغير الار بتاعي ان سيلكشن. تمام. دي معناها ايه؟ لاي عنصر اسمه ار، والار ده احنا معرفينه فوق ان هو رانج، في التحديد اللي انا محدده ان سيلكشن، اعمل فيه ايه؟ شيل بقى الكلام ده كده، واقول له ويز الاكتف شيت دوت تشيك بوكس بتاعت مره الار دوت ليفت، الار دوت توب كذا، هياخد التوب والهاي بتاعه وهيحط الادرس بتاعه، وهنا تحت في الاخر نيكست، واقوم قايل له نيكست ار. كده اصبح ان هنا دي الفور دي على بعضها. تمام. فانا اي رانج انا هحدده، اعلم انا مثلا على الشويه الحلوين ده اهو، وهاجي هنا لما اجي اعمل له رن، هو اوتوماتيك هيحط لهم الايه؟ الاكواد بتاعته. تمام. نيجي بقى بعد كده ننفذ الايه؟ الماكرو ده على، احنا كده الماكرو بتاعنا جاهز. تمام. ناخده بقى ننفذه على الايه؟ على الشيت بتاعنا. بس قبل ما ننفذه على الشيت حابب بس اوضح لحضراتكم جزئيتين صغيرين جدا. ايه هما الجزئيتين الصغيرين دول؟ انا لو جيت اعمل عدد كبير فهلاحظ ان الشاشه بتاخد وقت كتير جدا وبتعمل ريفريش كده ورا بعضه. فعشان كده لازم قبل الجزء، قبل ما ادخل اللوب دي، هقول له ابلكيشن دوت سكرين ابديتنج بتساوي، وهنا هكتب فولس علشان ما يعملش ابديت للسكرين بتاعتي. وبعد ما يخلص اللوب خالص يضيف كل الحاجه اللي عنده، هقول له لو سمحت رجعها لي تاني ترو للطبيعي بتاعها. كده لو احنا جينا نجرب نعملها على مجموعه زي دي كده بسرعه اهي، شغل. طفم. تمام. ده الكود بتاعنا بكل بساطه وسهوله. في برضو حاجه تانية زياده ممكن نحتاجها. فانا هنا عايز اللون بتاع الكتابه نفسه، لون الكتابه يكون ابيض، فبالتالي انا هعمل الخطوات دي بالظبط على طول. هاجي هنا على كلمه الار دي، مش ده فور اتش ار لكل عنصر من عناصر الرانج بتاعتي، هقول له ار بتساوي فولس. ليه بتساوي فولس؟ علشان الافتراضي بتاع التشيك بوكس ده لما هيتحط هيبقى فولس. اوكي، فيبقى ظاهر فيها اوتوماتيك كلمه فولس. تمام. بصوا كده لما اجي اشغل، هاجي اقف هنا مثلا على الخليه دي،
واقول له شغل لي هنا، فحط لي القيمه الافتراضيه فولس. تمام، ما سابهاليش فاضيه. طيب الحاجه الثانيه، انا محتاج اغير الايه، الفونت سايز بتاعها. هقوم قايل له ار دوت فونت، تمام، دوت سايز. السايز بتاعها انا عايزه كام؟ عايزه واحد. ليه واحد؟ عشان ما تظهرليش كلمه فولس دي كبيره. طب نجرب كده على خليه تانية كده، شايفين كلمه فولس صغننه خالص اهي. تمام. طيب انا عايز اللون بتاعها كمان يبقى اللون الابيض عشان ما تبقاش باينه خالص. هقول نفس الفكره ار دوت فونت دوت كلر بتساوي في بي وايت. كده يبقى انا ايه، اخفيت كل معالم الكلمه فتبقى ظاهره بالشكل ده. ندخل بقى نطبق الكلام ده على الشيت اللي احنا عملناه. اسهل حاجه، انت مسجله هنا تشيك بوكس، مش انت مسجله هنا تشيك بوكس، هنسجله هنا تشيك بوكس. هتعمل ايه؟ ممكن تعمل زرار صغير ينفذ لك الكلام ده اول مره. طيب نعمله ازاي؟ هنيجي في الجزء اللي في الريبون فوق خالص في الكويك اكسس تول بار ده، ونقول له هنا مور كوماندز، او تيجي حضرتك من هنا من فايل وهتيجي على اوبشنز، وبرضه هنروح على الجزء بتاع الايه، الكويك اكسس تول بار من هنا. ايه الكوماند اللي انا محتاجه؟ محتاج من هنا الماكرو، فبختار من هنا ماكروس. هيقول لك في عندك ماكرو اسمه اد تشيك بوكس، هتقوم ضاغط عليه وتقوم قايل له اد. كده هو ظهره لك هنا بعد كلمه الاندو والريدو اللي هما الاثنين اللي فوق دول. طيب هتقول له اوكي، ضافه لك هنا فوق. كده لو انا جيت اعلم على دول كده واقوم ضايف، فبيروح يستدعي الماكرو وبيضيفهم لك. تمام. نيجي بقى لايه، للشيت اللي احنا عملناه من شويه اللي كان فاضي ده. هعلم عليهم بالشكل ده عشان عايز تشيك بوكس في كل عنصر من دول، واقوم معلم عليه كده واقول له ضيفهم لي لو سمحت. هنا ضفت التشيك بوكسز كلها هي. طبعا اي واحد من دول بعلم عليه. طبعا انت مش شايف اي تاثير للكلام ده كله، بس مجرد ما انت هتيجي تقول له هنا ايكوال يساوي، نستخدم بقى المعادله اللي كنا قلناها من شويه، كاونت اف، وهنفتح القوس. ايه الرانج اللي انا محتاجه؟ من اول السانداي الكرنت رو لغايه تيوزداي، يكون القيمه بتاعتهم ترو. تقفل القوس. هنا قال لك دي 4، هنا 5، شوف هنا 1 بدأ يتظبط معايا. ضغطة زرار واحدة يبتدي يعمل لك الايه، الغياب بتاعك. طيب نيجي بعد كده بقى للجزئية التانية. لو أنا محتاج، نيجي بقى للجزئية التانية، لو أنا محتاج إيه؟ أخليه يعلم لي على الناس اللي أقل من 3 أيام. هعلم عليهم برضو هنا من الهوم، هنختار فوق إيه؟ كونديشنال فورمات، ونقول له نيو رول. إيه الرول بتاعتنا؟ يوز أ فورميولا. الفورميولا اللي إحنا محتاجينها إن هو يساوي، هناخد أول عنصر اللي هو ده، وإن طبعا نشيل التثبيت بتاع الإيه؟ الصف، عشان يبقى الصف متحرك معانا، يكون أقل من 3. لو هو أقل من 3 هيعلم عليه باللون الأحمر. طب الفورمات بتاعتنا إيه؟ الفل يكون باللون الأحمر اللي هو ده. نقول له أوكي. أوكي. كده أي حاجة أقل من 3، تمام، هيبتدي يعلم عليه باللون الأحمر بالشكل. كبر شوية كده معانا أهو. فكده أي يوم أنت هتشيله وهتضيف، خلي مثلا ده هنا أهو. أي يوم أقل من 3 أيام، أي حد حضر أقل من 3 أيام هيبتدي يعلم لك عليه باللون الإيه؟ الأحمر ده. الموضوع سهل وبسيط. حضراتكم إن شاء الله في أي استفسارات اكتبوها لنا في الكومنتات، وإحنا إن شاء الله نوفيكم بيها في فيديوهات جديدة بإذن الله. السلام عليكم.